السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله اقول لك على تفاصيل فلاتر بوت كامب التابع لسي اس اكاديمي. طيب البوت كامب مدته شهرين. اول شهر هتعمل اي كوميرس اب وفتنس اب. الاي كوميرس اب له اي بي اي وله فيجما ديزاين. الفتنس اب له اي بي اي، جزء منه اي بي اي، والجزء التاني هتعملوه بالفاير بيز. طبعا هتعمله مع تيم عشان تحاكي واقع الشركات وتستخدم جيت وجيت هاب. تمام، لان لا استغناء عن انك تتعامل مع تيم. انك لما تيجي تقدم على شغل ان شاء الله لازم تكون عارف جيت وانك اتعاملت مع تيم وهكذا، لان شغل الشركات بيكون ايه؟ ان انت بتتعامل مع تيم في الشركة. طيب ده كده اول شهر. تاني شهر ان شاء الله ده بالنسبة للابليكيشنز. في حاجات تانية برضو كمان هقولك عليها دلوقتي. طيب تاني شهر ان شاء الله هتعمل اي ليرنينج اب، هتعمل فود اب، هتعمل ستور اب، هتعمل فيديو. كل مشروع من دول له هدف معين. يعني الاي ليرنينج اب ده هتعمله بالسوبر بيز وهيبقى له فيجما. الفود اب هتتعامل فيه من خلال الاي بي اي وهيبقى له فيجما ديزاين. الستور اب ده ستور اب بسيط. الفكرة منه ان احنا نعمل ريفاكتورنج للمشروع ده. ممكن يجي لك مشروع في الشركة يقول لك احنا عايزين نعمل ريفاكتورنج للمشروع ده، عايزين نظبط المشروع ده من اول وجديد، مكتوب مثلا بكود مش نظيف او ايا كان. تمام، انت لازم يكون عندك برضو المهارة دي بشكل كويس. طيب الفيديوز اب ده، الفيديوز اب ده مشروع بنعرض فيه فيديوهات. المشروع ده ان شاء الله او الابليكيشن ده الهدف منه ان احنا نجيب اول عميل فريلانس. طبعا هنمشي باستراتيجية ممنهجة متبعة وكل ده يتشرح لك، وهنجيب العميل قدامك ان شاء الله في الفيديو، وهتمشي على نفس الاستراتيجية اللي احنا هنقول لك عليها دي. طيب هل احنا هنكتفي بالشهرين دول بس كده؟ انت وانت اصلا ماشي في الرحلة دي انت تقدر ان انت تقدم على شغل سواء في شركات او تستلم شغل في كفريلانس. طيب الحاجات اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله هنستخدم ال MVVM architecture، هنعمل ريفاكتورنج للكود، هنستخدم جيت وجيت هاب لان احنا هيتعامل كتيم مع بعض برضو. هتستخدم الاي بي اي وهتتعامل مع البيمنت وهتتعامل مع الريسبونسيف والسوبر بيز، وهتعامل طبعا مع تيم عشان ايه؟ تحكي شغل الشركات وهكذا. الهدف من التدريب ده ان شاء الله انك يكون عندك ثقة سواء بتقدم على شغل في شركات او شغل كفريلانس. تمام، يبقى عندك القدرة انك تمسك مشروع من اوله لاخره تنفذه بنفسك. تمام، دخلت انترفيو يبقى عندك ثقة برضو في الانترفيو. يكون ليك طبعا السي في بتاعك بيبقى قوي جدا ان شاء الله. بعد ما بتخلص المشاريع ديت بتثبت في السي في انك اشتغلت كفريلانس. طبعا الاستراتيجية اللي احنا هنقولك عليها دي بعيدا عن المنافسة الشديدة اللي هي في مواقع الفريلانس اللي هي مشهورة زي اب وورك والحاجات دي، لو مشيت على نفس الاستراتيجية اللي هنقولك عليها دي ان شاء الله انت هتكون طالع من البوت كامب ده بنسبة 99% معاك عميل فريلانس. تمام، لكن لو التزمت لازم تلتزم باللي احنا هنقولك عليه وتنفذ التعليمات اللي احنا هنقولك عليها وتمشي بيها. طيب بعد ما بنخلص الشهرين دول ان شاء الله هيبقى فيه شهر زيادة بونص. الشهر ده بنحطك مع تيم تعملوا مشروع كامل من اول فكرة لحد ما ترفعوه على المتجر، وكمان تعرضوه على العملاء المستهدفين اللي هم عايزين ايه؟ اللي هم عايزين مشروع زي ده بيخدم البيزنس بتاعهم او بيخدم المشروع بتاعهم. تمام، لكن الشهر ده بعيدا عن البوت كامب. يعني البوت كامب ده بيكون شهرين، الشهرين دول احنا بنكون معاك فيهم. الشهر البونص الزيادة ده بقى بنحطك مع نفس الجروب اللي انت فيه، بتعملوا مشروع مع بعض من اول الفكرة خالص لحد ما بتسلموه العميل او لحد ما ترفعوه على المتاجر. طيب في جزء كمان ان احنا بنظبط السي في بتاعك، بتظبط لينكد ان، بنعرفك ازاي تقدم على شغل وهكذا. تمام، يعني الهدف من البوت كامب ده ان شاء الله انك تكون جاهز لاول شغل، سواء الشغل ده فريلانس او شغل في شركات. تمام، تكون مؤهل للحاجتين دول ان شاء الله، سواء شغل فريلانس او شغل في شركة. وانت حابب تلحق تحجز مكانك في البوت كامب تقدر تتواصل مع الاكاديمية على رقم الواتساب ده، وهسيب لك برضو لينك يوديك بشكل مباشر على الواتساب ده. تمام، تلاقيه في الكومنتات او في الديسكريبشن. بالتوفيق ان شاء الله.